لأن تؤتى الحكمة، لعل الحكمة أكبر عطاء من الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تتدبر المال القليل، من دون حكمة تبدد المال الكثير. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، من دون حكمة تجعل الصديق عدوا. الحكمة شيء ثمين جدا. هذه تؤتى في الصلاة لقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ذكر الله لك وأنت تصلي أيها العبد أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الحكمة. لأنت في ضيف، أنت ضيف في بيت الله، ما في ضيافة، ما في ضيافة أبدا. لكن أنت إذا أتيت بيت الله يمنحك الله الحكمة، يمنحك الحلم، يمنحك الرضا، يمنحك التوفيق، يمنحك الثبات، يمنحك السكينة، يمنحك السعادة. هذه عطاءات لا تقدر بثمن.